سلام البنات، مرحبا بكم مره اخرى في سهله ورخيصه وبنين. ان شاء الله غادي نديروا وصفه ديال الدونوتس في الفرن. ندوزوا للطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير عندنا 300 غرام ديال الدقيق الابيض، عندنا بيضه وحده، عندنا شويه تاع الملح او ما يعادل نص معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه الا كان الحال بارد، الا كان الحال سخون غير معلقه صغيره، معلقه ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب ديال العنبه، انا هنا عندي هذا كبر من كاس العنبه داكشي علاش ما عمرتوش، شويه ديال السكر الفانيلا، وهنايا عندي الشوكولات للتزيين. اول حاجه غادي ناخذ الحليب اللي سخنته شويه دفيته، غادي نزيد عليه الخميره الفوريه يعني الخميره ديال العجينه، وغادي نخلطهم واحد شويه، ونزيد عليهم السكر حتى هو، خليه على جنب. وفي نفس الوقت غادي ناخذ الدقيق وداك شويه ديال الملحه، الزبده، غنزيد عليهم البيضه، خلطت البيض مع الزبده مع الدقيق، ودابا غادي نزيد عليهم الخميره اللي مع الحليب. هكا غنبقى حتى نجمع العجينه كامله. انا خديت هذيك البول اللي درت فيها في الاول اللي عجنت فيها، درت فيها شويه ديال الزيت، غادي ندهن حتى هاد العجينه بالزيت شويه، وغادي نخليها دابا غادي ندير لها الفيلم الغذائي، وغادي نخليها ترتاح واحد شويه ما بين نص ساعه حتى ساعه على حسب حراره المطبخ. الا كان سخون فهي في نص ساعه ممكن انها تطلع، الا كان بارد فخصها ساعه ديال المكان. هذا هو الدونوت من بعد ما خمر واحد شويه، يعني تضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نطلقوه بالمدلك، غادي نقطعو. غناخذ من بعد ما طلقته، فانا خديت قطاعه بحال هذه كبيره، وما عنديش قطعه صغيره فانا خديت هذا، فهو اللي غنقطع به. تمام، بعد ما صايبتهم كاملين غنهزهم بشويه ونديرهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفرن. الدونوت دابا غادي نغطيه عاوتاني مره اخرى، وغادي نخليه يخمر المره الثانيه، ومن بعد غادي ندخلو للفرن. ها هما الدونوت من بعد ما خمروا، دابا غادي ندخلهم للفرن باش يطيبوا.
ممكن انا اللي بغى يديرهم في الزيت يقليهم ممكن، انا كنفضل نديرهم في الفرن لان كتبقى مساله صحيه. بعد ما طابوا الدونوس وبردوا دابا غادي ندير ليهم الشكلاط. غناخذ الدونوس على هذا الشكل هذا وغادا نغمسو في الشكلاط بحال هكا. وغادا نحطو غادي نزينها بهادو، يعني فهاد الفيرميسيلي في الالوان، او ممكن نديروه على هذا الشكل هذا، او ممكن نديرو فقط خطوط بالشكلاط الابيض، او ممكن حتى هكا نخليوهم غير بحال هكا حتى هما يجيو مزيانين. بالنسبه للسكر فاني فهو انا كان كيحسب لي كنت كنصور هذاك المقطع هو تقطع ليا، فانا درت سكر فاني باش كيعطيه ديك البنه زوينه. الا ما بغيتو السكر فاني ممكن ديروا قشره ديال حامضه او اي نكهه اخرى. نتمنى يكونوا عجبوكم الدونوس، وما تنساوش الاشتراك في القناه، والى اللقاء.